تلبدت سماء الجزائر بالغيوم تمطر بالمغرب، فتصدير الأزمات منتوج مسجل باسم البلد الجار. الجزائر تقطع الشك باليقين وتؤكد مرة أخرى أنها تقرن القول بالفعل، فهي لا تتدخل بتاتا في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. قصف 3 قواعد عسكرية تابعة للجيش الملكي المغربي، وهي القواعد بلد جار يصون آصرة العقيدة ويدرك ثقل التاريخ وحساسية الجغرافيا، ولا أدل على ذلك التلفزيون الرسمي الحيادي المهني الموضوعي يوثق لملهاة أو مأساة أو ربما لكليهما. سيناريو دبر بليل، أبطاله شخوص يبدو أن انتقاءهم تم على عجل. مذيعة نشرة الأخبار شحنت أكثر من اللازم في الشأن، ومراسل حربي مهني بلا خوذة يبدو أنه تماهى ودور البطولة الذي يجسده، فتناسى قواعد اللغة العربية. ولكم التعليق. مسافة قصيرة تفصلنا عن القاعدة العسكرية رقم 22 من الفيلق 40 مشاة عن 60 صاروخا. والآخر يراقب الهلال. أما الإخراج فعفى عنه الزمان. وبخصوص الإكسسوارات نجد ساحة الوغى بلا مقاتلين بلا جيوش، وهذا المكان الخرب قيل إنه تعرض لقصف من طرف القوات المسلحة الملكية، وفي عز ما أطلق عليها بالحرب يأبى هذا الزميل الصحفي بالتلفزيون الجزائري إلا أن يوثق اللحظة. سخرية عارمة.